كل واحد فينا مش مقدر النعمة اللي حواليه ومش شايفها من أساس ومش مقدر بقيمتها. فنصيحة نصحها العلماء بيقول لك لو انت معاك حاجة حتى لو كانت تافهة، تخيل لو بعض الثواني بإن هي الحاجة دي ضاعت من إيدك. شوف انت هتقدر تعيش من غيرها، شوف انت حياتك من غيرها هتبقى ناقصة ولا لأ. فهنا علشان ربنا كان حاسس بينا وحاسس بإننا في حاجات لازم ربنا يرزقنا بيها في الدنيا عشان نقدر نعيش في الظروف دي والدنيا اللي احنا فيها دي. فنزلت الآية في القرآن اللي بتقول وآتاكم من كل ما سألتموه. هنا ربنا نزل الآية دي علشان يقول لك إن أنا رزقتك بحاجات كتير ليها قيمة كبيرة، بس أنت مش مدرك بقيمتها ومتشتت في الظروف اللي حواليك والدنيا عمالة تلاهي فيك ومش مقدر النعمة اللي أنت فيها. أنت لما تكون خايف ربنا بيأمنك، لما يكون أنت مكسور الخاطر ربنا هو اللي بيكبر بخاطرك، لما بتكون